لو انت شخص بتاخد كل حاجة على اعصابك، لو انت شخص بتفكر كتير حتى وانت نايم، لو ثقتك في نفسك مهزوزة، لو نفسك يبقى عندك لا مبالاة وتبقى بتعرف تفكر كويس وبتعرف تنجز حاجات كتيرة في حياتك، يبقى اكيد اكيد الفيديو ده ليك. ومش ليك انت بس، لينا كلنا، احنا كلنا هنفكر مع بعض في الفيديوز بتاعتنا. هنفكر هنحل مشاكلنا ازاي، بنفكر ازاي، ايه اللي مفروض نعمله، ايه الحاجات نقط الضعف اللي عندنا نحسن منها ازاي. في حاجة بتقول ان هي كل ما زاد الغضب قلت القوة. ان احنا فعلا كل ما هيبقى عندنا الغضب بتاعنا عالي عالي قوي، مش هتعرف تبقى قوي ولا تعرف تنجز الحاجة اللي انت عايز تكسبها. يعني انت حط نفسك كده ان اكنك في سباق او في ماتش، بس انت غضبان واخد الموضوع على اعصابك، انت مش هتعرف تركز، هتلاقي نفسك هتخسر، مش هتعرف تعمل اي حاجة. غير لو انت حطيت لنفسك رولز ان انا لأ، انا اهدى وابقى كويس واعرف افكر وانظم تفكيري واهدي دماغي، اخليها ريلاكس. ليه؟ عشان اعرف افكر. لكن طول ما انا حاطه في نفسي المشاعر قويه ومش عارفه اعمل اي حاجه، لا طبعا هنخسر. ما فيش حد هيكسب في وقت زي ده. لكن كل ما هدينا نفسيتنا، كل ما فكرنا بشكل عقلاني احسن، كل ما اخدنا المواضيع بطريقه احسن، شاركنا ناس مش سلبيين، شاركنا ناس ايجابيين، كل واحد بيبقى عارف مين السلبي في حياته ومين الايجابي في حياته. لما نشارك الناس دول هنحس بفرق كبير قوي وهنلاقي نفسنا بننجح ونبقى كويسين. دي اول حاجة ممكن بوينت نتكلم فيها. تاني حاجة ان احنا ما نجيش على نفسنا خالص. اوعى تيجي على نفسك عشان خاطر حد. انت مثلا بتحب تروح مكان وتقعد فيه وتحب المكان ده ريلاكس وجميل وهادي، بس مثلا في حد من صحابك بيحب لا مكان بقى واغاني وصوت ودوشة وعايز هو المود ده. انت ما تجيش على نفسك. ممكن لو هو حاسس اللي معاك ده جه على نفسه مرة، انت ممكن تردها، لكن ما تبقاش أنانية من اللي قدامك ان هو طول الوقت انت اللي بتيجي، انت الشخص اللي بيجي على نفسك. عارف ليه بقى؟ لان لو اي حاجة حصلت وانتوا الاتنين خسرتوا بعض، انتوا الاتنين حصل ما بينكوا تاتش، هو مش هيتوجع انت اللي حضرتك اللي هتتوجع. انت اللي هتفضل حاسس بالتعب ان انت كنت بتيجي على نفسك. هو هيبقى تمام، هو ما جاش على نفسه، هو اوريدي عمل اللي كان بيبقى نفسه فيه. انت اللي كنت بتيجي على نفسك، انت اللي كنت بتروح تقعد في مكان انت مش بتحبه، انت اللي كنت بتعمل حاجات انت مش راضي عنها. ليه؟ عشان ترضي اللي قدامك. اهو هو كسب وانت خسرت. شايفين بقى الفرق؟ لكن انا لو اوريدي شايفه اللي قدامي بيقدم لي شويه تنازل، انا اوريدي هقدم، بس ما بقاش انا طول الوقت اللي بقدم التنازل. يعني في ناس بتقول لا ما نقدمش وما نعملش، انا بشوف ان ده لا انانيه. انا اسفه مع احترامي، لا، لازم الطرفين يبقوا بيحبوا. يعني ممكن مثلا في علاقه زي زوج وزوجه مثلا، لا انا مثلا بحب حاجات انا جوزي مثلا ما بيحبهاش، والعكس. انا دلوقتي بعمل ايه اما بلاقيه هو في وقت بيجي على نفسه وبيعمل لي اللي انا عايزاه، انا طبعا 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 بيجي عليا وقت وبعمل اللي هو عايزه. ما هو انانيه، انا لو ما عملتش كده او لو ما حسيتش هو برضو بيعمل كده، يبقى احنا فينا حد اناني. هيجي بقى وقت انا هبقى بعند وهو بيعند. فاهمين القصد ايه؟ فما تجيش على نفسك عشان خاطر حد، لازم الموضوع يبقى فيه مساواه. تاني حاجه نبطل اعتذارات كتيره. يعني الاعتذارات دي يا جماعة حاجة غلط جدا جدا جدا. مش كل حاجة، حتى ان احنا يبقى فيه لازمة في الكلام اللي هي سوري سوري سوري، دي غلط. ان انت ممكن دي تبقى عندك لازمة بس اللي قدامك مش هيفهمها ان هي لازمة في الكلام، هيفهمها ان هي ده ضعف منك. دي حاجة إيه انت طول الوقت بتعتذر له. طب ما انت كده اذيت نفسك، انت كده ما حطيتش نفسك في وضع كويس ان انت تخلي عندك شوية ان اللي قدامك يبقى بيقدرك. انت هتلاقي نفسك ممكن دي كل حاجة تقول لا. انا ممكن كمان اتعلم حاجة انا بصراحة اتعلمتها، وتعلمتها بصراحة من مامتي. كانت مامتي دايما على طول يعني تقول لنا لحد دلوقتي ربنا يخليها بجد، دايما تقول حاجة، تقول ايه، انا ما احطش نفسي في وضع ان انا اغلط عشان ما اعتذرش. هي ما بتحبش الاعتذار، هي شخصيتها كده. هي شايفة انا لا، ما قبل ما اعمل اي حاجة افكر عشان ما اضطرش ان انا اجي في وقت واعتذر. يعني هي بتاخد بقى بالها من تصرفاتها قوي، بس احنا يعني برضو بشر، ودايما اقول لها لا يعني احنا بشر، يعني مش للدرجه دي. ممكن يجي عليا وقت لا ما اخدش بالي او اغلط، او يبقى في سوء تفاهم. هي ممكن واخده بالها من تصرفاتها، او وساعات بيحصل معاها بتعتذر، بس قليل قوي في حياتها الاعتذار.
انا مثلا دلوقتي لا، بحس برضه بقيت اخد بالي عشان مش بحب اعتذر، مش بحب حد يمسك غلط عليا. دي برضه حاجة بدأت اتعلمها. لا، في برضه ان احنا نتحكم في الغضب ده يا جماعة. على فكرة كنت دايما مثلا وانا صغيرة احس ان الناس، انا كنت الناس تبقى عارفة نقطة الضعف، ان انت ايه بتتنرفز وتتعصب وكده، ده بيضيع الحق. ما كنتش بصدقهم. بس لما كبرت اكتشفت ان ده بيضيع الحق. ليه؟ الاقي اللي قدامي من برودة اعصابه ومن الهدوء اللي هو فيه ومن كل الريلاكس اللي هو فيه، هو اللي بيطلعني انا اللي غلطانة، وانا كده خسرت كل حاجة. بس اتعلمت لما يحصل موقف انا اللي ابقى باردة، وانا اللي اسيب الدنيا بقى تتشقلب كده. مش مهم. ليه؟ طول ما انا بارده حقي هيجيلي، مش هخسر حاجه. بالعكس، اللي قدامي بقى هو اللي بيخسر وهو اللي بيتعصب وهو اللي بيتنرفز، والاقي نفسنا انا اللي كسبت في الاخر. دي اتعلمتها، دي بقى الحياه علمتها لي كمان يعني. بس اتعلمتها متاخر شويه، بس المهم اتعلمتها. ما لا يعني، لا مبالاه كده شويه. بجد بجد بتجيب نتيجه ان انت تتحكم ومحدش يعرف نقط ضعفك. دي اهم حاجه، ان محدش يعرف نقط ضعفك. ايه؟ اخرك نقط ضعفك ما بين عيلتك. ليه بقى؟ ان العيله يا جماعه دي والله العظيم اكتر ناس هيحبوك في الدنيا. مهما بص شفت من مين حواليك، مفيش حد هيحبك في الحياه قد مامتك وباباك واخواتك. بس اي حد تاني عرف نقطة ضعفك هيستغلها عليك اجلا ام عاجلا. حتى لو ملاك، حتى هو ممكن شخص كويس بس انت اوريدي مش من عيلته، وقت لما تعمل له حاجة هيستغلها ويضايقك ويأذيك. فليه بنحط نفسنا في الحاجات اللي زي دي؟ لا، ما نحطش نفسنا في مواقف زي دي. احنا اكبر دلوقتي من ان احنا نحط نفسنا. البوينت برضو اللي عايزة اتكلم فيها ان احنا نعرف قيمة نفسنا. كل واحد يبقى عارف قيمة نفسه. ما تحسس اللي قدامك ان هو احسن منك، او انت عندك ضعف في الشخصية، او انت بتقلق او بتخاف. لا 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 لا، ما تحسسش اللي قدامك بكده. انت تبقى عارف قيمة نفسك، وما يعني وترتفع كده بطريقتك. يعني ما تخليش اللي قدامك يحس بأي حاجة فيك. دي برضو كانت حاجة يعني هندخل، يعني ممكن هنتكلم فيه نقط كده، ممكن هتبقى ليها فيديوز لوحدها نتكلم فيها باستفاضة. بس انا ايه، حابة ان احنا نتشارك في الكومنت اللي احنا، يا ريت ما ننساش نكتب كومنت ولا نعمل سبسكرايب، ان الحاجات دي بتفرق ان انا اقدر اطور في الفيديوز، ان احنا نتكلم في حاجات اكتر. في بوينت كده برضو تانية انا عايزة اتكلم فيها، ان احنا كل واحد نختار الشيء المفيد. محدش يختار الشيء اللي فيه استمتاع وخلاص. لا، احنا ناس كبرنا، ناس بقى بدأنا نفكر بعقل. يعني مثلا ايه، ما افكرش واقول ايه، انا دلوقتي يعني انا هقول مثال بسيط يعني هنطبقه على حاجات، مش لازم يبقى هو ده اللي انا بتكلم فيه او حاجة. لا يعني مثلا ايه، ما افكرش اقول لا انا هتعشى هاكل مثلا، اجيب وجبة كده من بره بقى فاست فود واكل واشبع. دي بقى هي انا بقى دماغي جايباني ان دي هتبقى هرمون السعادة، وافرح بقى واكل بعديها شوكليت وخلاص. مش مهم مرة، مجرد ما اكلنا ندم وزعل وحسرة وهيبقى المود بتاعنا اوحش بقى، ان احنا بنفكر احنا اللي عملناه ده هنصلحه ازاي. لكن لو انا فكرت مثلا انا دلوقتي عايزه حاجه فيها شوجر، حاجه كده تحسن نفسيتي، فوقتها انا اعمل ايه؟ انا ممكن وقتها الحل بالنسبة لي ان انا ممكن اختار مثلا ايه، اكل فاكهة، اجيب مثلا شوكليت حتة صغيرة واكلها. يبقى انا كده برضو ايه، وزنت الامور اغلبها، حسيت برضو بتحسن كده شوية. اعمل حاجة ما ندمش عليها. انا كده عملت حاجة مفيدة، استفدت منها، وبقيت نفسيتي احسن، وفي نفس الوقت ما بوظتش الدنيا اللي هتخليني بقى ضايعة. حاجة برضو، بوينت تانية، ان احنا ما نفسرش. مش لازم اشرح للي قدامي انا ايه وترتيباتي ايه، وانا بحب ليه ده، وانا ليه بعمل ده. لا، مش اللي قدامي مش لازم افسر لك. انا مثلا بحب ستايل لبس معين، انا بحب اكل معين، مش لازم اما الاقيه ينتقدني. لا والله، عاجبك مش عاجبك براحتك. انا مش لازم افسر لك ولا تتدخل في حياتي. يعني في مثلا اللي بيحب الستايل مودرن مثلا في بيته، في حد بيحب الكلاسيك، في بيحب الالترا مودرن. انا مش لازم افسر لك. مش لازم انت بتحب الستايل كلاسيك تبقى تفضل تقولي لا المودرن ده ملهوش لازمه، ده ستايل مش كده ومش عارفه وايه. لا لا، مالكش فيه.
الناس السويين على فكرة هما اللي بيتعاملوا كده، بيتعاملوا كويس. لكن في ناس اللي هي تفرض عليك، انت مالك، ما هو انت ما اتخلقتش كده، انت ودي حاجة اكتسبتها مع الوقت، او حاجة ارتحت فيها، او حاجة عينك بتحب تشوفها. ليه مضطر ان انت تفرض عليا رأيك؟ لا، انا حرة في اختيار الحاجة اللي انا بحبها، مالكش دعوة خالص. نحط رولز كده لأي حد قدامنا مهما كان قربه لينا، رولز ما تتدخلش. انا بحب البس ستايل لبسي بالشكل ده، طالما ما فيهوش حاجة تسيء للي حواليا مالكش دعوة. بجد محدش ليه فيه. بس في ناس فعلا فعلا مش سوية، وفي ناس فعلا فعلا سوية. يعني انا الحمد لله الحمد لله ليا اصحاب قريبين بجد سويين نفسيا. هم ستايل لبس يعني انت مثلا، لا احنا ستايلنا في الالوان مختلف شوية، انا بحب الوان اكتر، هي بتحب النود اكتر. انا بحب جدا ده فيها، وهي بتحترم ده جدا جدا فيا. يعني احنا الاتنين محترمين اذواق بعض جدا. وهي لما تشوف حاجة، يعني انا دايما بقوله، هي لما تشوف حاجه واحنا مع بعض تقولي ده بتاعك، وانا اقول لا لا ده بتاعك. احنا خلاص كل واحد حفظ التاني وعارف التاني. بس ولا عمري اقولها ايه الالوان دي، لا ايه فرفشي كده شويه في الالوان، ولا هي تقول لي لا ده الوان جامده، إيه شويه كده الالوان قلليها. مفيش حد فينا بيتكلم التاني كده، ولا حد فينا بيضايق التاني كده، بالعكس. انا بقول لها دايما لا بحب ستايل الوانك، وهي دايما تقول لي كده. فنلاقي نفسنا ان احنا مبسوطين. هي في كل حاجة بقى في الحياة، في اختيار أي حاجة بالنسبة لنا، احنا مرتاحين مع بعض كده. واختلافاتنا يعني بلاك ووايت، بس الحمد لله الحمد لله بجد، ولا مش بننتقد بعض. يعني الحمد لله الحمد لله. حتى الانتقاد مش بننتقد يعني، إلا بقى لو حد فينا مؤفور في حاجة ليها، لا تنبهني، لا بلاش كده، لا ده غلط، ده مش هيبقى حلو بعدين. دي حاجات عادية. لكن ان احنا انتقاد مثلا، او مش لازم اشرح لها لا لا انا بحب الستايل ده، وهي مثلا حد يعايب لا لا الستايل ده مش حلو. ما نفسرش حاجه لحد. انا مش بقول في لبس وكده، في الحياه عامه. ان في ناس بجد بجد بتتدخل في الحياه، وبتفضل بقى نصايح وكده، وعايزاك تعمل اللي هي بتعمله او اللي كده، وممكن هي مش ناجحه في حياتها اصلا. طب احنا ليه بنتعامل كده؟ ما نخلينا الدنيا حلوه ولذيذه وجميله، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. فبجد بجد يعني دي شوية بوينت كده ان احنا بنتكلم فيها، ان احنا برضو كلنا نحاول نرجع برضو الثقة، نحاول ان احنا يبقى عندنا لا مبالاة، ما ندخلش حد في حياتنا غير بحدود، ان احنا نشوف ايه اللي احنا بنحبه ونعمله. دي كلها حاجات هتريحنا قوي، وتزود ثقتنا في نفسنا، وتخلي التفكير عندنا يقل، وتخلينا نعرف نتحكم في غضبنا، ان احنا ما نبقاش عندنا طول الوقت قلق وخوف وتوتر. نحاول نبقى ريلاكس. كل ما نبقى ريلاكس هنفضل نفكر. هو انا عارفه انا كنت من وقت بنصح مفروض انا نفسي بالكلام ده، بس الحمد لله الحمد لله بدات اطبقه شويه. ان انا بصراحه حابه ان انا مش عايزه اتكلم في حاجه، ولا بقول ريفيو عن حاجه الا بجد لو انا حاساها او عملتها، يعني مش كلام وخلاص بجد. انا برضو هدفي بجد من الشانل دي ان انا مش عايزه اي حاجه اقولها غير اللي انا حاساها، اللي انا بحبها، استفدت بيها، فعايزه افيد اللي قدامي. ان انا مثلا فعلا فعلا لحد دلوقتي في ناس حاسه بستفاد منهم جدا. بحب ان انا الشانل بتاعتهم مثلا اسمع منهم حاجات واستفيد، فلقيت نفسي استفدت. فخلاص انا حاسه ان في ناس محتاجه تسمع اكتر وتستفيد اكتر، فاوريدي كمان انا هقدم الحاجه اللي انا استفدت منها، مش هقدم اي حاجه وخلاص. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ويا ريت ما ننساش السبسكرايب، ونعمل لايك لو عجبنا الفيديو يا ريت. وبرده لو في اي حاجه برده كومنت حلو كده برده يشجعني على ان احنا برده نطور في القناه ونعمل فيها حاجات اكتر بكتير. اشوفكم على خير، باي باي.